يا هلا فيكم بحلقة جديدة على قناتكم سينما سكوب. اليوم رح نحكي عن أحداث الحلقة 31 من مسلسل ليل. حلقة مليانة بالمؤامرات واللعب على الحبلين والقلوب اللي عم تمشي ورا سراب. خلونا نبلش. بتبلش حلقتنا مع هيا، اللي أخيرا بتحس إن الشمس ضحكت لها. نورس عم تقرب منها بكل ذكاء. بعزيمة على فطور وكلام معسول خلى هيا الطيب تصدق إنه لقت الأمان اللي كان ناقصه، رغم شكوك نجم ونظرات بلال اللي عم ياكلوا الوجع من جوات. هو شايفها عم تروح لشخص ما بيعرف. هي بتقرر تتبع قلبها، تمشي بطريق ممكن يكون نهايته صدمة كبيرة لها. على سيرة الصدمات، جانا بتلاقي حالة بكابوس حقيقي. هي ما طلع من السجن، وبدل ما يبلش معها صفحة جديدة بيقرر ينتقم. بيروح بيقتحم بيت أهلها وبيهدد أمها وأخوها هشام بالسلاح. كل بروط أعصاب بيتصل بجنى وبيسمع صوت الخوف ليحسسها إنه هو لساته مسيطر على حياته. والله نجم بيدخل فجأة وبيحس إنه في شيء غلط. جنى بتلاقيها مضطرة إنها تكذب وتغطي على الكارثة اللي عم تصير ببيت أهلها. بالمكاتب والشركات اللعبة صارت كلها بزنس. جمال وكرم عم يلعبوا دور السماسرة بذكاء ومكر، بدهم بس يبيعوا معلومات عن مكان نورس اللي بيدفع أكتر. نجم مستعد يدفع ليوصل لحقه. بالمقابل باسم وورد عم يحاولوا يسبقوه بخطوة لحتى يسلموا نورس للشرطة ويخلصوا من هالكابوس. مبالغ عم تزيد والنفوس عم تضيق، الكل عم يتسابق على راس نور. بنص هالمعمعة بتشعل الغيرة بقلب نجم لما بيشوف باسم عم يتقرب من ورد وما بيقدر يضبط أعصابه. مواجهة قوية وتهديد مباشر من نجم لباسم. ورد خط أحمر. هل يا ترى هذا حب ولا مجرد حب تملك؟ وبنهاية الحلقة بنوصل للزروة. نورس بيبعت رسالة لهيا ليحدد موعد اللقاء بالفندق. بجد إنه بده يعرفها على عمه المريضة. هيا وبكل براءة بتروح لغرفتها بتلبس أحلى ما عندها وبتحط لمسات مكياج خفيفة وهي عم تطلع بالمراية وبتسمع. حاسة حالها أنثى لأول مرة من زمان. بس اللي ما بتعرفه هيا إنه بنفس اللحظة كرم وجمال عم يرتبوا صفقة تسليم نورس، واللقاء اللي ناطريته هيا ممكن يتحول لساحة مواجهة وتصفية حسابات. يا ترى هي راح تكون الضحية بهاللعبة؟ نجم راح يوصل لنورس قبل ما يهرب مرة تانية؟ أحداث عم تغلي غلي، نحن ناظرين الأحداث لنشوف الحقيقة. إذا عجبكم التحليل والسرد ما تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة. كان معكم سينما سكوب، نلتقي بالفيديو الجاي.